السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما حضراتكم شايفين كده أهو، أدي الرز الأبيض أنا باقدّمه عندي للكوكتيل، بعد طبعًا الغلاء الفاحش الحبوب اللي هو البيليكم والفلارس اللي وصل دلوقتي سعرهم في السوق البيليكم 45 والفلارس 75. ده كان سعر الأسبوع اللي فات الجمعة اللي فاتت، النهارده الجمعة أهو طبعًا الله أعلم النهارده وصلت كام. فطبعًا أنا مش هاقول لكم بادّي بديل، اللي هيقول بادّي بديل للبيليكم والفلارس يبقى يعني طبعًا مش حقيقي الكلام ده، لإن هُم ما بيستغنوش عن البركم والفيارس، ولكن اللي بيحصل إن أنا بأكّل يوم كده ويوم كده، يوم مستنبت وطري أو منقوع، ويوم البركم والفلارس. الرز دوّة طبعًا لو أنت العصفور عندك مش متعوّد عليه، أنا العصفور عندي برضه ما كانش متعوّد عليه ولا كان بياكله خالص، وقرابهم لسه امبارح أنا كنت حاطط لهم الرز ولا كانوا بييجوا جنبه خالص. حطيته قدامهم 4 ساعات، في الساعة الأخيرة بس بصيت لقيتهم بدأوا إن هم يلقطوا منه. النهارده بقى طبعًا جوّعتهم الصبح ساعتين وبعدين بدأت أحطه زي ما حضراتكم شايفين كده أهو، الحمد لله بياكلوا الرز أهو، تمام. اليوم كله بقى كده هيبقى رز؟ لأ طبعًا، شوية كده العصرية أبدأ أحط لهم الإيه، القمح المنقوع. بيبقى اليوم كله بقى اللي هو الطري أو الإيه، أو المستنبت أو المنقوع. ممكن يبقى مثلًا يبقى بيض، تمام. ممكن حمص مطبوخ اسمه حمص طبيخ، ده بتجيبه وتسلقه وبتقدمه برضه مع الرز. طيب الرز ده بيتعمل إزاي؟ بتجيب مَيّة طبعًا بتغليها، مَيّة مغلية وتسقّط فيها الرز على قد العصافير اللي عندك، ولا تحط لا ملح ولا تحط زيت ولا حاجة خالص لغاية ما الرز يتشرّب من المَيّة، يشرب المَيّة ويبقى خلاص 3/4 سِوَى، بلاش يبقى مستوي كامل، وتبقى الرُزّاية برُزِّتها كده زي ما حضراتكم شايفين، ما تكونش معجنة. وبعدين بابدأ إن أنا أقدّمها للعصافير بعد ما بتبرد. طبعًا الكوكتيل بالذات أنت بتنوّع له في الأكل، كل ما بتنوّع في الأكل كل ما بيبقى أفضل طبعًا وأحسن. الجوز ده زي ما حضراتكم شايفين كده دول الأم والأب الأهالي، وأدي الزغاليل أهي بعد ما فصلتها، برضه أنا مجوّعهم، تمام، لإن باعوّدهم برضه على المستنبت وعلى المنقوع، وهُم أصلًا كانوا بياكلوا مع أهاليهم القمح المنقوع. فطبعًا الرز برضه جرّبته معاهم، امبارح هُم كلوا الرز الحمد لله، لمّا قدّمت لهم هُم الرز امبارح كلوه عن الأهالي، والنهارده برضه هنجوّعهم ساعتين كده وبعد كده هابدأ أحط لهم الإيه، الرز. هنبُص نلاقي الجزء اللي تحت ده أهو، شايفين حضراتكم برضه لسه واكلين أهو، أدي الرز ببُقُّه أهو، لسه الرز ببُقُّهم أهو، شايفين حضراتكم أهو، برضه حاطط لهم الرز بس بزيادة شوية. تحط رز، تحط قمح منقوع، تحط حلبة مستنبتة، الحاجات دي كلّها هتساعد مع الحبوب اللي إحنا بنجيبها. بدل مثلًا أنت الحبوب كانت بتقعد معاك أسبوعين مثلًا، لأ هتقعد معاك 4 أسابيع، تقعد معاك الشهر. هتقدر إن أنت توفّر شوية، وفي نفس الوقت برضه الحاجات اللي إحنا بندّيها لهم دي بيكون فيها فايدة أكتر من البركم والفلارس، لإن البيئة اللي هم فيها أصلًا ما فيهاش بركم وفلارس، يعني هم بيلقطوا من كل حاجة في البيئة. فأنت بتحاول برضه إن أنت توفّر لهم حاجات كتير ياكلوها غير البركم والفلارس، ما تعتمدش عليهم هم بس، تمام. هنا الحمد لله حضراتكم شايفين أهو بعد ما هياكلوا الوجبة ديّة، بعد ساعتين 3 كده أبدأ بقى أحط لهم إيه، بيض مسلوق. طبعًا بتبقى وجبة ممتازة جدًا ليهم، محفزة كذلك برضه لإيه، للذكر، وبتبقى مهمة جدًا للأنثى. باتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، أنا وريت لحضراتكم أهو التجربة عملي، تمام، وهُم بياكلوا الرز. باتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، باتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.